السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من حصاد الجمعه مع جمعه كل يوم جمعه. ثواني وهنبدا على طول ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين جميعا. كل سنه وانتم طيبين. طبعا امبارح كان المولد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل سنه والامه الاسلاميه والعالم كله بخير وسلامه. و طبعا بس مستني الناس تدخل عشان نبدا على طول في الحاجات المهمه اللي هنتكلم فيها النهارده. اهلا بكم جميعا، مساء الخير عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مفيش حد مش متابع اللي بيحصل اليومين دول في ايطاليا او في فرنسا. طبعا هنبدا بفرنسا وبعد كده نخش على ايطاليا بقى والحاله اللي احنا فيها والوضع بتاع ايطاليا، لكن هنبدا باللي حصل في فرنسا اليومين اللي فاتوا دول. طبعا الناس كلها متابعه الاساءه اللي تمت لرسولنا وديننا في فرنسا، والناس متابعه التداعيات اللي تمت بعد الموقف ده. المدرس اللي اتقتل، وبعد كده قتلوا اللي قتل المدرس، وبعد كده تم هجوم على اتنين سيدات محجبات مسلمات في فرنسا، اصل مغربي او تونسي على ما اعتقد. واحده ماتت والتانيه في حاله خطره او الاتنين. وبعد كده يتم الهجوم على الاسلام من ماكرون، وبعد كده التداعيات تستمر تستمر تستمر، وبعد كده نفاجأ بان في شخص اعتدى او قتل او ذبح ناس في كنيسه في فرنسا. عايزين يوصلونا لايه؟ يعني هم عاوزين يوصلونا لايه؟ اول حاجه الناس تركز في النقطه دي، يعني احنا هندردش شويه في النقطه دي وبعد كده نخش على موضوع ايطاليا، بس لان الموضوع ده مهم جدا للكل، مش بس للمسلمين يعني، بس مهم للكل عشان الناس تفهم احنا في انهي دنيا عايشين، وفي انهي دول عايشين، وفي انهي ديمقراطيه اللي احنا المفروض بننادي بيها في كل الدول اللي احنا فيها. حد صلح لي بيقول لي اصل جزائري. اوكي، اللي هم الناس اللي هم يعتدوا عليهم يعني من السيدات اللي اصلهم جزائري في فرنسا. المفروض ان العدل عدل، يعني الابيض ابيض والاسود اسود زي ما احنا بنقول، والعدل عدل. زي ما بتناول الموضوع لازم اتناول الموضوع التاني بنفس الشكل وبنفس الاهتمام. يعني لما يكون القاتل غير مسلم الموضوع، لما يكون القاتل مسلم الموضوع بياخد شكل غير طبيعي، انتشار غير طبيعي، هجوم غير طبيعي. طيب، هل يا ترى المقصود المسلمين ولا الاسلام؟ لو اللي مقصود المسلمين والهجوم كله على المسلمين او على بعض المسلمين، لان لو المسلمين كلهم ارهابيين مش هيبقى فيه كره ارضيه اساسا، فلازم نبقى احنا عندنا عقل وما ناخدش المعلومات اللي بتجيلنا وما ناخدش الاخبار اللي بتجيلنا ونكتم في نفسنا ونهدى ونخاف ونحس ان احنا مكسوفين. لا، احنا مسلمين وهنفضل نقول احنا مسلمين وهنفتخر ان احنا مسلمين، والاسلام لا يمد الصله باي حاجه بتحصل، عشان ان الناس كلها او العالم كله لعب لعبه وعاوز يلزق لنا الارهاب. اوكي، وبعد كده يجي يقول لك الاسلام. لا يا حبيبي، مش الاسلام، مش الاسلام خالص. لما نيجي نرجع
لرد فعل. طبعا احنا ضد القتل بكل المقاييس، عشان بس ما حدش يجي يقول لك يعني انت عاجبك اللي حصل. احنا ضد القتل بكل المقاييس، دي مفروغه منها، ومش هنفضل نرددها كتير، لان احنا مش في وضع اتهام. يعني المسلمين مش في وضع اتهام، ولا الاسلام في وضع اتهام. احنا المفروض زينا زي اي حد بيدين الوضع عادي، مش بندينه عشان احنا خايفين يبصوا لنا بصه وحشه، او احنا مدانين. احنا مش مدانين بحاجه، ولا المسلمين ولا الاسلام مدان بحاجه. كل شخص مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته. يعني لما يجي حضرتك واحد يروح يقتل ويطلع مسلم، ارهابي. واحد يروح يقتل ويطلع غير مسلم، اي ديانه تانيه او ملوش دين، مش ارهابي. حادثه حصلت، تم اعتداء. انما اول ما يبقى مسلم، وممكن ما يكونش يعرف اي حاجه عن الاسلام ولا ليه دخل بالاسلام اساسا، لكن الارهاب الاسلامي، وده مرفوض شكلا وموضوعا، الارهاب الاسلامي، لان الاسلام مش ارهاب. غصب عن سالفيني وعن ماكرون وعن كل اليمين المتطرف اللي هو عاوز يحسسك انت كمسلم ان انت تتكسف ان انت مسلم، ويطلع على قفاك وعلى قفا المسلمين وعلى قفا موقف يحصل، عشان هو يعني لما يخسر كتير ويجي له موقف لازم يطلع بقى يتكلم. المسلمين، الارهاب السياسي، سوري، الارهاب الاسلامي، المسلمين، الارهاب الاسلام. ايه، انت من كام يوم ما كانش حد سمع لك اي زفت سالفيني وغير سالفيني واليمين المتطرف؟ مفيش حد كان سمع له صوت، وكان عمال يخسر في اصوات ويخسر 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 ويخسر. جات له عمليه مهاجر غير شرعي ودخل عن طريق ايطاليا. امال هيخش لك فرنسا عن طريق ايه؟ ما اللي بيخش في اوروبا كلها عن طريق ايطاليا. يعني الموضوع يعني اللي هو ماسكه سالفيني اصل دخل عن طريق ايطاليا، اصل كونتي، اصل وزيره الداخليه، اصل كل الكلام ده، يعني بيسيسوا لك كل حاجه على هواهم. يعني الموضوع ده جاي على الهوا السياسي، اوكي. جاي على هوا السياسه ان احنا نقول احنا مع المهاجرين، اوكي. يجي على الهوا السياسي ان احنا نهنئ المسلمين، اوكي. يجي على الهوا اللي احنا نهاجم. يجي على الهوا اللي احنا حبايب احنا واي دوله تانية يبقى نطبطب. يجي ان احنا في بيننا وبين بعض مشاكل بين اي دوله تانية والدوله دي ضد حاجه معينه يبقى نهاجم. فلعبه السياسه ان هم يستخدموا الدين الاسلامي بنمطه باسمه، ان هم يلزقوا فيه الارهاب، ده مرفوض بكل الاشكال. رجاله دكوره، هات الدين الاسلامي وهات اي دين تاني وتعالى اعمل مناظره وخليها على الهوا، زحها في التلفزيونات كلها بتاعت اوروبا. مش تقدر ومش هتقدر تعملها، ولا هو ولا غيره. عارف ليه؟ عشان هو عارف ان الاسلام مش ارهاب. هو ده كارت بيلعب بيه، وكل الدول بتلعب بيه لما تكون عايزاه. يقدروا يعملوا مناظرات على الهوا؟ مستحيل. مستحيل. وانا بقولها لك، انا ولا راجل بقى اقول لك شيخ ازهر ولا الكلام ده كله، بس انا عارف وبقول لك كراجل مسلم وكراجل سياسي او بلعب في السياسه او بذاكر سياسه، ما يقدرش يعملها ويخش في المرحله دي. عارف ليه؟ لانه هيكشف نفسه وهيكشف كل اللي حواليه ان الاسلام مش ارهاب، ملوش علاقه بالارهاب. هتقول لي امال ليه كل اللي بيقتلوا اللي بيبقوا ارهابيين او يطلق عليهم ارهابيين وبيعملوا عمليات ارهابيه مسلمين؟ لا يا حبيبي، في ناس كتيره جدا بتعمل نفس العمليات الارهابيه دي ومش مسلمين. انت ما بتشوفش غير المسلمين عشان هو ما بيطلعش غير المسلمين في وشك. اول ما يبقى القاتل مسلم في وشك على طول الارهاب الاسلامي. طب واللي حصل من كام شهر واللي دخل قتل الناس على الهوا قدام العالم كله في الجامع، ده اسمه ارهاب ايه؟ مش فاهم اسمه ايه؟ يعني حد يقول لي ده يسموه ايه؟ اللي راح قتل 2 ستات في فرنسا بعد اللي حصل ده، واحده ماتت واحده عايشه، او قتل اي شخص بسبب الموضوع ده، والشخص ده غير مسلم والمقتول مسلم. فين البروباجندا؟ فين الاعلام؟ فين سالفيني؟ فين ماكرون؟ فين اي زفت من الزباله دول؟ فين الناس دي؟ لا، الارهاب الاسلامي هو حرقك الاسلام ولا المسلمين؟ المسلمين اكيد، ولا صلاه المسلمين بتاثر عليهم، ولا الصوم، ولا زكاتك، ولا اي حاجه تخص اللي انت بتعمله كمسلم بتاثر فيه. هو يهمه الاسلام. هو الموضوع موضوع مهاجمه الاسلام. مهاجمه الاسلام ده يعني حاجه ممنهجه على من زمان وهتفضل. يعني عشان الناس تبقى عارفه ان لما يجي يحصل حاجه هم بيهاجموا الاسلام وعن جهل. يعني عن جهل، يا ريت عن علم.
يعني هو سالفيني لو عرف الاسلام بجد هيتكسف يهاجمه، هو هيتكسف يهاجمه. انما الجهل بالشيء، معلش يعني نعذر الناس الجهله بديانه الغير. فموضوع ان انت تقول ارهاب اسلامي ده شيء مرفوض شكلا وموضوعا بكل المقاييس. محدش يتكسف انه مسلم، ومحدش يخاف انه مسلم، ومحدش يفكر ان هو عشان مسلم حد هيقدر يأذيه، عشان في قوانين بتحمي البني ادمين. انما اللي انت بتسمعه بتخاف منه دي كلها بروباجندا. اي حد هيتكلم ويخضك ويقول لك يا لهوي ده احنا هيقطعوكوا، ده انتوا هيرحلوكوا، ده انتوا هيعملوا الكلام ده عند ام الللي. يعني خلينا نتكلم كده عند ام الللي. مفيش الكلام اللهبل اللي الناس خايفه منه. ما تفكرش ان انت تبقى محرج ان انت مسلم. احنا مسلمين وفخورين بديننا اللي علمنا يعني ايه احترام الاخر، يعني ايه الامن والامان. اللي عايز يعرف الدين الاسلامي الحقيقي، مش عاوز يعرف الارهاب اللي هم عايزين يوصلوه لك ويوصلوا لكل الناس ان الارهاب ملتصق بالاسلام. اصله بيقطعوا الراس، اصله بيقطعوا الرقب. ما يقطع الرقبه؟ ما في ناس غير مسلمين بيقطعوا رقبات الناس، ولا هو الاسلام هو اللي بيقول؟ فين الاسلام اللي بيقول يقطعوا، عدي امشي قطع رقبه الناس؟ مش فاهم فين الكلام ده. هاتوا كده وتعالى لي على الهوا اي دكر، اذا كان سياسي ولا اذا كان ديني، يجي على الهوا كده دكر لدكر ونعمل مناظره دينيه ويقول لي الاسلام بيقول 1 2 3، اقتل، اذبح الناس، روح موت. فالناس المسلمين اللي هم مش عارفين دينهم كويس ومش مسجلين دينهم كويس، ما تخافوش وذاكروا دينكم كويس، عشان دينكم ولا ارهاب ولا يدعو للارهاب، بل بيدعو ان لو واحد قتل شخص كانه قتل الناس كلها. ده كلام ربنا، هو ده كلام الاسلام. لو واحد قتل واحد شخص كانه قتل الناس كلها، ولو واحد احيا شخص نفس واحده كانه احيا الناس كلها. يعني بيجبرك ان انت تكون حريص على حياه الشخص، مش واحد واثنين، ده واحد. مش تمشي تقتل. لو الاسلام دين ارهاب اعرفوها، بس عشان ما حدش يتخض وينجر ويقع في الفخ اللي منسوب لكل المسلمين اللي ايمانهم ضعيف او اللي ما يعرفوش دينهم. يعني الكلام يبقى واضح. الناس المسلمين اللي هم مش عارفين دينهم او مش مذاكرينه او خايفين يكون عندهم اي حاجه فعلا تدعو للارهاب، لا ما تخافوش وروحوا دوروا في دينكم كويس، مش هتلاقوا اي حاجه ليها دخل بالارهاب. انما بقى الناس اللي هي بتحط لك بتفسر لك نصوص على هواهم، راجع دينك كويس، اعرف الكلام ده كان في امتى، كان ليه، هل يا ترى الكلام ده موجه ان هو ناخد باللي احنا نعمل بيه يعني نمشي نقتل، ولا كان وقت حرب؟ لا كان وقت حرب برضو. حاجه سريعه كده، لما يكون في حرب واحد جاي يعتدي عليا وهيموتني، لا هموته. واحد جاي يموتني فهموته، لان بيبقى فيه اسمه قتال. ده الكلام ده ساعه الحروب بتاعت زمان، يعني ما بيقولكش روح اقتل الناس، لان لما يبقى فيه حاجه بتتغير مع تغير الزمن وفي حاجات ثوابت. الارهاب ملوش علاقه بالاسلام، وده تحدي. نخلص من النقطه دي بتاعت ان الاسلام ملوش علاقه بالارهاب. لكن نرجع للنقطه بتاعت خطاب الكراهيه. سالفيني لما يتكلم بالاسلوب الزباله ده، ماكرون لما يهاجم الاسلام بالطريقه الزباله دي، اي حد يتعدى على الدين الاسلامي بالشكل ده، احنا بنقول احنا اكتر من 1.5 مليار في العالم، لما انت تكون تهاجم دين مؤمن بيه 1.5 مليار، لو هم ارهابيين زي ما قلنا هيطلعوا ينسفوا لكم الدنيا دي كلها. انما عشان هم مسالمين مفيش حاجه اسمها ارهاب اسلامي. الناس اللي نفسها ضعيفه اللي ما يعرفوش دينهم كويس هم اللي بينجروا ورا خطاباتكم بتاعت الكراهيه وياخدوا رد فعل. الاسلام مش محسوب عليه، مش محسوب على الاسلام. الاسلام ما يتحسبش عليه، انا مالي. الاسلام ماله ما الواحد خد خطاب كراهيه من حد ورد فعله كان بالطريقه دي؟ فين ان الواحد قال لك لو واحد شتمك روح اقتله؟ فين الكلام ده؟ في لو واحد هاجمك روح اقتله، بس مجرد ان هو هاجمك بالكلام روح اقتله؟ ده احنا كنا لسه بنتكلم وبنقول مفيش حاجه اسمها مقابله حاجه بعنف. احنا مقابله حاجه ان احنا نعرفهم احنا ايه وديننا ايه واحنا تعاليمنا الدينيه ايه، مش نروح نقتل. فواحد خد قرار فردي يحاسب عليه لوحده، دي مشكلته هو. طبعا كل الناس لازم تحزن على اي حد يموت، اي اشخاص ما لهمش ذنب. طبعا نحزن كلنا على اشخاص ما لهمش ذنب،
زي ما نحزن على الاشخاص دي لازم انتوا كل الناس تحزن على اي شخص تاني برضو من المسلمين يموت ملوش ذنب. ولا هو العدل بمكيالين ولا هنعمل ايه؟ يعني الناس لازم تبقى عارفه النقطه دي عشان ما يجيش بقى كل واحد يكسر في دماغنا عشان واحد قرف من النقطه دي. كل واحد يقول لك اصل بص مش عارف ايه، اصل اسلام اصل اسلام، لما يموت واحد اسلام الناس كلها ولا كان واحد مسلم مات ولا سكوت. حاجه تانية، موضوع المقاطعه وموضوع اللي حصل ضد فرنسا، اخوه مسيحيين تعاطفوا مع المقاطعه وتعاطفوا مع الاساءه اللي تمت لنبي المسلمين صلى الله عليه وسلم، وقال لك احنا بنتعاطف وبنشجع المقاطعه. طلع اخوه مسيحيين تانيين بيهاجموا المسيحيين دول عشان ان هم متعاطفين مع المسلمين. يا فندم انت حضرتك محروق ليه؟ يعني هم اخواتنا مسيحيين تعاطفوا مع الوضع، محدش طلب من حد يتعاطف، ناس كده محترمه من نفسها تعاطفت مع الوضع، اتهاجموا ان هم تعاطفوا مع المسلمين. فين الديمقراطيه وفين انت تسيب كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، يختار اللي هو عايزه؟ فين يعني؟ فين؟ انا عايز اعرف فين بقى. الناس بتقول لك لما يجي يقول لك ايه الارهاب واللي قتلوا وكل القصص دي، يقول لك انت دينكوا ايه؟ لا انا عايز اعرف انت دينك ايه ودين ابوك ايه، يلي انت لما بتتكلم بالديمقراطيه بمزاجك ولما تيجي تستخدمها بحاجه ثانيه تخدمها بمزاجك بطريقه ثانيه. ناس حريين في ارادتهم ان هم يساندوا المسلمين في الاهانه اللي تمت ليهم والرسول عليه الصلاه والسلام، ويجي مجموعه ثانيه تعارضهم وتشتم فيهم ان هم متعاطفين مع المسلمين. انا برضو دي مش قادر اتخيلها. لما يعني انا مش قادر، الناس اللي هاجمت دي انا تواصلت معاهم بقول لهم سؤال واحد بس كده، عايز اعرف انتوا معترضين على ايه؟ اصل منافقين. يعني ايه منافقين؟ يعني دول عشان متعاطفين مع المسلمين يبقوا منافقين؟ يا عم انت مالك؟ انت هو حر يا عم، عايز ينافق ما تسيبه ينافق، انت مالك؟ وحصلت مشاده رهيبه علشان خاطر اخوه مسيحيين متعاطفين مع المسلمين. مش عارف انتوا عايزين توصلوا لايه؟ خلاص ما حدش يتعاطف ونفضل بقى كل واحد لما يحصل عنده حاجه كل واحد بقى يشيل شيلته وتتقلب بقى فتنه بقى بكل الناس. امال فين الموده والرحمه والتسامح؟ فين؟ شكرا طبعا لكل الاخوه المسيحيين المتعاطفين مع المسلمين، لان ده المفروض الطبيعي. انما الهجوم من اخوه تانيين، المفروض اخوه مسيحيين تانيين اللي هم بيجوا اخواتنا بقى المسيحيين بجد اللي هم متعاطفين معانا عشان بيتهمون بالنفاق. مش عارف يعني مش عارف اقول اكتر من كده. الديمقراطيه دلوقتي بقت بالمقاس، لازم دلوقتي نشوف بالمقاس. انت دينك ايه؟ مسلم؟ لا مش مالناش دعوه. انت غير مسلم؟ لا استنى، ده اللي قتل غير مسلم. موضوع بقى المقاطعه وغير المقاطعه كل واحد حر. واحد يقول لك ايه، ناس طالعه وتقول لك المقاطعه تعمل ايه يعني؟ المقاطعه مش عارف ايه. يا عم انت مال اهلك؟ مش عايز تقاطع حط جزمه في بقك واسكت، اركن، سيب اللي يقاطع يقاطع. هو حد بيقاطع منتجات اهلك؟ مش فاهم، هو انت حد بيقاطع منتجاتك انت؟ يعني هو دلوقتي كده ناس واخده قرار المقاطعه، هم حرين. هو احنا ليه لما يجي حد تاني يعمل حاجه مش على هوانا لازم نبقى ضده بالاكراه، ولما يجي عايز تجبر اللي قدامك ان هو يقتنع برايك انت بس؟ الناس عايز تتقاطع ما تقاطع يا عم، انت مال امك بالناس اللي بتقاطع؟ ما تقاطعش، اسكت بس. موضوع المقاطعه يعني تقول لي تضر ولا ما تضرش مش بتاعتك. لما هم يقاطعوا ولا ما يقاطعوش ولا تاثر ولا ما تاثروش، لا المقاطعه هتاثر. والمقاطعه خلت وزير الخارجيه بتاع فرنسا على طول يناشد كل الامم الاسلاميه بحنيه، والكلام الكلام المعسول ان لا واحنا ليه راي تاني غير اللي بيحصل في فرنسا، لا بلاش المقاطعه والمسلمين والعالم الاسلامي وبيجر ناعم. يعني المقاطعه ليها تاثير، طالما حتى لو ليها تاثير 1 من 10% وناس خدت قرار بيها، هم حرين، اتكلوا على الله، قطعوا، محدش يقدر يمنعكم باي حاجه. بس نشوف بقى ايطاليا. موضوع بقى ايطاليا والحاله اللي احنا فيها، هنتكلم الاول على موضوع كورونا فيروس. عارفين ان الاعداد بتزيد، ان المخاوف بتزيد، وده طبعا شيء طبيعي ان لازم يكون في تخوف اكتر كل ما الاعداد بتظهر اكتر. احنا واصلين 26000 ولا 27000، فالعدد كبير، الناس اللي بتموت بال100 وال200 و200 وشويه،
فالعدد مش قليل بتاع الناس اللي بتموت. في ناس مصدقه موضوع الفيروس وخايفه وبتسمع الكلام عشان لازم تحافظ على كل اللي اتقال لها عشان نخرج من الموقف اللي احنا فيه او الوضع اللي احنا فيه. وناس ثانيه مش مصدقه اصلا ان الفيروس ده موجود او بيعمل اي حاجه او بالخطوره دي. فاللي خايف واللي مصدق بيحترم القانون، واللي مش خايف ومش مصدق بيكسر القانون. فبالتالي بسبب اللي مش خايف ومش مصدق ومش فارق معاه القفل جاي. يعني يقفلوا البلد، القفل جاي. الكلام والمؤشرات والاخبار وكل يحط تحت خط تحت كل الحاجات دي وما بين السطور القفل جاي. لو ما كانش الاثنين الجاي الاثنين اللي بعده القفل جاي. هيقفلوا ايه وهيقفلوا ازاي؟ زي ما احنا قلنا، لو قفل زي ما متوقع هيبقى المدارس هتقفل، المطاعم هتقفل، طبعا في اكتيفيتات بتاعت اللي هي السبورت والباليسترا وي قفلت. انما احنا بنتكلم على الحاجات اللي هم سابوها بتقفل الساعه 6. الحاجات المطاعم والبارات وكل الاكتيفيتات اللي هو كانت مقفوله قبل كده لو حصل قفل هتقفل. فبالتالي المصدق واللي مش مصدق واللي بيحترم القانون واللي ما بيحترمش القانون هيبقى غصب عنه هيحترم القفل، لان ساعتها هيبقى في حزم وفي قوه على اللي هيكسر القانون بتاع القفل. عايزين يعملوا مظاهرات، يعملوا عيد ميلاد، يعملوا اللي يعملوه، هيحترموا القانون غصب عنهم بالقوه، لان هنا احنا في حاله زي ما قلنا شهر 3 احنا في حاله حرب مع فيروس. الحرب مش بس بقنابل وطيارات ودبابات، في 100 مليون بطريقه حرب. يعني انت بتقول انت دي حرب، لا انا بتكلم احنا بنواجه خطر فكاننا في حاله حرب. يعني القفل لما يتم يقول لك كذا يقفل هتلاقي قرارات صارمه في كسر القانون وعدم احترام القانون في القفل اللي جاي. طيب حد يقول لي وبعدين بعد القفل هنعمل ايه؟ هل يا ترى هيقفلوا المطارات ولا لا؟ السؤال ده بيتردد كتير، وطبعا ما اتذكرش ومحدش هيذكره في موضوع ان انت هيقفلوا المطارات ولا لا او ليه دخل بالقفل ولا لا. لكن اول ما يطلع الديكريتو بتاع القفل طبعا لازم هيذكروا موضوع اذا كان في مطارات هتقفل ولا لا. لكن التحليل بتاع المطارات ان هو يقفلها مش محتاج يقفلها، يعني هو مش محتاج يقفل المطارات. ليه؟ ده تحليلي وبعد كده نشوف لما يحصل القفل هيحصل ايه وهل يا ترى هيقفل ولا مش هيقفل. لكن تحليلي ان مش من ضروره او مش من مصلحته ان هو يقفل المطارات. ليه؟ لان دلوقتي المطارات عليها موضوع كنترول اللي هو ايه؟ اللي خارج اللي مسافر بيعمل تامبوني واللي بيرجع بيتعمل له تامبوني، ولو هو طلع عنده اي حاجه بيخش حجر اوريدي. حتى لو هو مشغل الطيران وقت لما يقفل البلد اللي داخل هيعمل تامبوني عنده ما عندوش هيخش على الحجر لان احنا هنكون قافلين. جميل؟ فبالتالي هيخش يعمل حجر مع اللي بيعمله، فكده كده مش هيخرج، يعني مفيش منه خطوره اذا كان بوزيتيفو او نيجاتيفو. يعني في جميع الحالات هو مفيش منه خطوره لانه داخل على حجر اجباري. الناس اللي كانت بترجع وما زالت بترجع من بره وبتكسر الحجر الاجباري وحدث بلا حرج في الموضوع ده، في الحاله دي هو كده كده هيبقى داخل حجر اجباري لان هيكون الدنيا قافله. فموضوع المطارات مفيش فيها مشكله ان هو مفتوحه او مقفوله، يعني مفيش داعي ان هو يقفل المطارات. فالموضوع ده مستبعد الى حد ما ان هو يقفل المطارات. الناس اللي بتطالب ان التامبوني يتعمل في البلاد بعد السفر، عقلانيا انت بتقول او الناس اللي بتطالب او الناس اللي بتتكلم او الناس اللي كل يوم الناس بتزيد وتعيد في النقطه دي عشان خاطر هم مش عارفين يعملوا التامبوني او بيعملوا في تاخر في التامبوني او بيستنوا كتير او ده طبيعي. لان احنا دلوقتي كده في تاثير شويه في موضوع النظام، مش هنقول لا، لكن مستحيل يقول لك اعمل التامبوني بعد السفر لما توصل. ليه؟ هتركب طياره حضرتك، مكان مقفول حضرتك، في اريا كونديشناتا، في تكييف. اساسا لو حد انت هتركب وهتشوف بقى بعدين لما توصل اذا كان عندك ولا ما عندكش. فمعنى كده اللي هيركب وعنده واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه ما عندوش
وراكب في مكان مغلق اكتر من ساعتين 3، يعني كل الناس اللي جوه السليمه معرضه ان هي تاخد الفيروس من اللي معاهم في الطياره، عشان احنا معارضين ان احنا نعمل تامبوني قبلها عشان خاطر طريقه السفر. طب لو انت حضرتك بتدور على راحتك عشان التامبوني فيه صعوبه شويه، طب ما تدور على الامانه، دور على خوفك على الاخر. لو انت سليم او انت مصاب، خاف على التاني ان هو يتصاب منك. لو انت سليم، خاف على نفسك، خاف على بيتك، خاف على اولادك ان هم ياخدوا الفيروس من حد راكب معاهم عنده فيروس، عشان خاطر حضرتك مستكتر او تعبان انك تعمل التامبوني بصعوبه شويه. في اجراءات عملوها ان انت تعمل التامبوني بطريقه معينه، تتصل بالدكتور بتاعك بيديك روشته، تتصل بتخش على الازل اللي تبعك بتعمل حجز عشان ما توقفش اليوم كله. حضرتك مش عارف تعمل حجز، ما عملتش حجز ومستعجل قوي على التامبوني، هتروح تعمل فيله، تقف في الفيله بالعربيه طول اليوم بقى 11 ساعه 12 ساعه لحد لما تعمل التامبوني، وبيجي لك الرد تاني يوم. يعني انتوا عملتوا الصبح بدري مثلا، ربنا كرمك وفي الطابور مشيت وعملته في نفس اليوم، النتيجه بتجي لك بعدها بساعتين 3. لو انت عملته في اخر اليوم، النتيجه بتجي لك تاني يوم الصبح. فيعني موضوع تنظيم التامبوني ده اسهل ليك ان انت تلعب شويه وتعمل التامبوني من ان انت تركب الطياره حضرتك وتسافر وحد جنبك واخد عنده الفيروس وانت سليم وتاخد منه، او انت تديله او تدي لاولادك او تدي لاسرتك في مصر. فموضوع ان المناداه بان التامبوني يتعامل هناك ما يتعاملش قبل السفر، انا شايف ان هو مش منطقي. انا شايف ان هو مش منطقي. طبعا هو بما ان الدوله واخده قرار بالقفل، يعني هي واخده قرار بالقفل، لازم تسبق الاول بالمساعدات. يعني ايه؟ ما هو انا مش هينفع اقفل وبعدين اقول لك استنى انا هساعدك، لانك انت زي ما قلت لك كده في ناس مش مصدقه، وناس مش محترمه القانون، وناس بتعمل مظاهرات ان مفيش مش عايزين يحطوا الماسكرين اساسا غير القفل بقى كمان. لو انا قلت لهم انا هقفل البلد قبل ما اقول لهم انا هساعدهم ازاي، الناس دي هيتضاف عليهم جزء تاني كبير من الناس اللي مصدقه والناس اللي بتحترم القانون في الهيجان ضد الدوله ان ازاي هتقفل وهناكل منين. فلازم يقول لك على ينزل لك شويه مساعدات الاول، او يقول لك المساعدات تبقى عامله ازاي، عشان لما يجي يقول لك القرار بتاع القفل يوم كذا يبقى انت عارف ان في مساعدات، ويبقى عندك زي ما قلنا دي سياسات وبتتحرك وبتتنفذ بشكل منظم، يعني بشكل دكتور نفساني، ان هو ازاي يتعامل مع عقليه كل الناس، ان ازاي ياخدوا خبر القفل اوكي تدريجيا عشان لما يقفل ما يحصلش الانفلات اللي الناس متوقعاه او اللي بعض الناس عايزه تعمله. طبعا من ضمن المساعدات اللي هو قال عليها اللي هي هتبدا من الشهر الجديد ان شاء الله، قلنا الريتو ايمرجنسا، الناس اللي قدمت عليه عارفه ان هو كان شغال لحد النهارده. النهارده كان اخر يوم المفروض في التقديم في ريتو ايمرجنسا، لكن الريتو ايمرجنسا اتمد لحد يوم 30 نوفمبر، اللي انت 30 11 ينفع تقدم على الريتو ايمرجنسا لشهر 11 وشهر لمده شهرين. يعني انت هتقدم على ريتو ايمرجنسا لمده شهرين. يعني الناس اللي قدمت قبل كده والناس اللي قدمت الشهر اللي احنا فيه ده لحد النهارده مش مطلوب منهم يقدموا تاني الشهرين دول، هو يخش لهم اوتوماتيك. الناس اللي ما قدمتش بقى الشهر اللي فات بس قدمت اول مره خالص وما كانتش عارفه ان في ريتو ايمرجنسا لمده شهر اللي هو اللي بعد كده وما قدموش في اخر مره بتاع ريتو ايمرجنسا، يقدموا تاني لحد يوم 30 نوفمبر لحد يوم 30 11 مفتوح التقديم على الريتو ايمرجنسا لمده شهرين. طبعا كاسا انتجراسيون قلنا لحد اخر السنه لحد شهر واحد كمان. في اللي هو الفوند بردوتو اللي هو زي ما الناس كانت بتقدم عليه اللي هم كانوا عاملين فاتوراتو او ديجراسيون السنه اللي فاتت بمبالغ معينه، والسنه دي شهر 4 و5 خسروا، فالدوله دفعت عن طريق الاجنسات الانتراتا الفوند بردوتو. طبعا ده نزل تاني. الناس اللي قدمت بالفعل مش مطلوب منها تقدم تاني لان الفلوس هتروح اوتوماتيك على حساباتهم. الناس اللي ما قدمتش تشوف المطلوب لما ينزل رسمي الطلب يتفتح رسمي ان هو يعمل طلب جديد. الناس اللي هي ما قدمتش طبعا هنشوف برضو هيطلب منهم فاتورات ولا لا للناس اللي هي ما قدمتش خالص، لان طبعا هيديك بناء على ايه؟
عشان برضو الناس تقول لك اصل اللي قدم واللي ما قدمش هياخد كل الفلوس في الحساب بناء على ايه؟ يعني انا واحد ما قدمتش طلب قبل كده، هو يدفع لي على حسابي بناء على ايه؟ عرف حسابي منين؟ عرف انا كسبت السنه اللي فاتت ولا لا منين؟ عشان يديني 1000 ولا 2000 ولا 3 منين؟ فالناس اللي هي ما قدمتش، سوري يا جماعه، فالناس اللي هي ما قدمتش قبل كده في الفندق بردوتو هتقدم تاني. في طبعا الناس اللي هم شغالين في السياحه وشغالين في السينما والتياترو، كل دول نازل ليهم بونص زي ما كان نازل قبل كده. طبعا كل المساعدات دي ان شاء الله الاسبوع الجاي اول ما يبدا الشهر هنقول عليها بالتفصيل. في طبعا هنشوف موضوع ال 60% اللي هم بتوع الايجار بتاع الكوميرشانتي، اللي هو المحلات اللي هم قال لك هيديهم 60% من الايجار لمده 3 شهور. هنرجع للنقطه صفر زي المره اللي فاتت. هل يا ترى هيدفع فلوس ولا هيخصم من الضرايب لما تيجي تعمل ديجريسيون دي ريديتو؟ لان المره اللي فاتت كان المفروض ان انت لما تيجي تعمل ديجريسيون دي ريديتو السنه الجايه هيخصم لك الفلوس بتاعت الايجار اللي هو المفروض كان يقول لك عليها، هيخصمها لك. طبعا مين اللي هيشوف هيخش في الموضوع ده ولا لا؟ يعني مش كل الناس هتخش فيها. هنشوف لما يبدا التعامل بالديكريتو الجديد ان شاء الله الشهر الجاي 60% هنستنى عليهم في الضرايب ولا هيدفعوا للناس الفلوس بتاعتهم. طبعا الايمو قلنا سوسبيزو بتاع شهر 12. يعني المساعدات الى حد ما نفس المساعدات اللي كانت قبل كده علشان يقدر يقفل البلد والناس ما تهيكش عليه. عارفين ان المساعدات مش على قد القدر بتاع القفل خالص او على قد الخساره. يعني الناس اللي بتيجي تقول لك المساعدات دي هتاكل ولا هتشرب ولا هتدفع ايجارات، عارفين ان المساعدات دي مش بنفس القدر بتاعه القفل او بتاعه الخساره. لكن مفيش في ايدينا حاجه نعملها غير ان احنا نشوف الايام اللي جايه هتمشي ازاي، هنعمل ايه، لان اسمه ايه الغضب والنرفزه مش هيجيب نتيجه. المظاهرات والتكسير مش هيجيبوا نتيجه. احنا اللي هيجيب نتيجه ان احنا نصبر، ندي فتره ان الدنيا تتنفس او الدنيا تتظبط عشان نقدر نفتح، عشان نقدر نرجع لكل الشغل تاني ونرجع البلد ان هي الاقتصاد بتاعها يترفع تاني. ليه القفل دلوقتي والخوف ان احنا نوصل لحد النتالي ويكون في قفل في النتالي؟ احنا في ايطاليا النتالي بالنسبه لايطاليا في مليارات المليارات المكاسب اللي بتخش للدوله في فتره الاسبوعين بتوع النتالي دول. فبان هو يوصل ان هو يقفل في النتالي بالنسبه له خساره الخساره، فهو عايز ينقذ ما يمكن انقاذه قبل النتالي عشان الفلوس اللي بتخش للدوله في فتره النتالي تقدر تخش وتساعد الدوله في النهوض الفتره الجايه. لو احنا الفتره دي يعني لو حصل قفل واعترضنا والدنيا باظت، طب ما احنا هنقفل في النتالي والفلوس دي مش هتخش في للبلد، فبالتالي يبقى السنه كامله 12 شهر اتدمرت كلها بكل المقاييس. مش عارفين نجيب فلوس منين عشان نساعد الناس اصلا. يعني الدوله مش عارفه تجيب فلوس منين عشان تساعد الناس اصلا، فبتحاول تدي مش كتير بس بتدي اللي يخلينا نمشي قدام شويه لحد لما تعدي الفتره دي ونشوف ايه اللي هيحصل. لان احنا مستحيل هنفضل كده مدى الحياه يعني، ولا هنفضل كده اكتر من سنتين ثلاثه. المفروض ان هو زي ما قلنا في اول السنه ان الفاتشينو او اسمه ايه بالعربي نسينا والله، ماشي، التطعيمات ولا اسمه ايه اللي هو بتاع المصل بتاع الفيروس مش هياخد اقل من سنه. السنه لازم تخلص وسنه ونص كمان وسنتين. يعني على مدار اللي بيقرا عن الفيروسات السنه اللي فاتت دي مش قبل سنه ونص سنتين ان بيلاقوا مصل للفيروس اللي بيطلع جديد، لانه لازم يعملوا عليه تجارب وي. فمستحيل ان احنا هنعمل تجارب وسايبين الموضوع عمال ينتشر ويكبر. لازم يبقى عندنا شويه من الصبر، ولازم يكون عندنا شويه من المسؤوليه، لان مش بس الصبر، لان الصبر هيكون جزء من المسؤوليه اللي انت تتحملها. عارف ان كل واحد ظروفه مختلفه، لكن
ربنا يعدي الايام دي على خير. زي ما قلت قبل كده وكنت كاتب في بوست، هو كان كئيب شويه، لكن ربنا يعدي الايام دي على خير. زي ما قلنا كل واحد وليه ازماته، مش بس ماديا، في ماديا نفسيا عصب، كل حاجه. كل واحد بيعدي في السنه الغريبه دي بشكل مختلف، بكل انواع بكل انواع الالام، يعني زي ما بنقول. حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها عشان نخلص الانفعال والهجوم، وبعد كده نخش على الحاجات الهاديه. بكرر وبقول تاني وهفضل اكرر على طول زي ما قلت قبل كده، لما بلاقي حد قال حاجه غلط بقول لا يا جماعه، عشان بعد كده الناس دي بترجع لي انا في الشغل، وبترجع تعمل عندي انا الشغل، وتضغط عليا تقول لي لا الناس قالت كده. شخص ما، مش عايزين نقول اسماء عشان مش عايزين يبقى الحاجات تبقى شخصيه، احنا بنتكلم في مساعدات الناس وحاجات مهمه للناس ومعلومات بتفيد الناس مش نضر الناس. فلما اجي اقول حاجه لحد، مش عايز اقول باسمه الشخصي عشان ما يبقاش الموضوع شخصي، شخص ما واضح ان هو ما عندوش اي معلومات في الشغل، واضح ان هو عاوز يعني يخش بكتفه كده بس في الشغل او في حاجه، فهو مش عارف. ما علينا، برضه زي ما قلنا مش هنشخص الموضوع. بيدي معلومات غلط، فلما يدي معلومه غلط بتضر الناس مش بتنفعهم. اللي هو مش فاهم بيسمع لك ويسقف لك، بس بعد كده لما يتضر هو ممكن مش واخد باله من الضرر اللي هو اتضر فيه، وبعد كده انت يكون بينك وبين نفسك اديت معلومه غلط مش عارفها او ما عندكش سابق معرفه بيها. بكرر وبقول، من الجهل بالقانون والجهل بالشغل بتاعنا ان حد يقول للناس حطوا اولادكم اللي في مصر اللي ما جوش ايطاليا خالص في الازاي. ده اسمه جهل بالقانون، ده اسمه جهل بالشغل بتاعنا. ده 1+1=2، ما بيساويش 3 ولا 4. يا جماعه الناس اللي ولادهم في مصر ما جوش ايطاليا خالص وعامل لهم كودش فيسكالي، دي قصه تانية. انت عامل لهم كودش فيسكالي تحطهم في الست ترينت، تحطهم في الاونيكو، انت حر. الازاي اللي انت بتعمله ما ينفعش تحط ولادك اللي في مصر، عشان الشخص اللي يتكلم بيقول للناس طالما كاريكو عندك ومسؤولين منك لا، ما ينفعش تحط ولادك اللي في مصر في الايزي. كلمه واحفظوا الحته دي، يعني ممكن تقصوا الحته دي من الفيديو وتسجلوها على التليفون عشان تسمعوها كل لما تروح اي مكان او تيجي لي او تتصل بيا او عاوز تعمل ازاي وتحط ولادك اللي في مصر، تفتكر ان محمد جمعه قال لك لا ما ينفعش. اللي قال لك كده جاهل. بس يا ريت الموضوع ده انا قلته اكتر من مره وبكرره، وابص الاقي ناس تبعت لي فيديوهات لاشخاص زي ما قلنا مش فاهمين حاجه، وبيقولوا للناس طالما مسؤولين منك، طالما كاركوا عليك حط. هو بلح ايه يا جدعان؟ طب اتعب شويه وروح اقرا، يعني اتعبوا شويه وروحوا دوروا. لو مش شغلك روح اتعب وروح دور عليه شويه هتلاقي المعلومه. يعني خلونا ان احنا نطلب من الناس البرميسو بتاع كل واحد هيضيفه في الايزي عشان ما اوقعش الناس في خطا. يا ابني معاك البرميسو بتاعهم؟ اوكي ابعتولي. خلاص الموضوع يعني كده. عندك ولادك هنا نحطهم، مش هنا شكرا، اعمل الايزي في اي مكان تاني. ده بالنسبه للي احنا عايزين نقوله النهارده. طب نشوف الناس كانت بتقول ايه. بس مع كده الواحد لما اكون بنفعل وانا بتكلم كده او متضايق، انا كده يعني انا عصبي لما اكون بتكلم، يعني مش يعني مش قصدي ان انا اضايق حد. يعني اللي عارفني كويس عارف ان انا عصبي شويه، سلب ابيض والله. نشوف الناس كانت بتقول ايه ولا ايه. نشوف الناس كانت بتقول ايه. يا جدعان ما تدخلوناش في قصص تانية، انتوا فاضيين والله العظيم.
معقول. استنوا ثواني، هشوف الاسئله والله. نفس الاشخاص عشان بس اقول لكم، نفس الاشخاص اللي هاجموا وقالوا ان الاف 24 بتاعت السناتوريا ما بتتحسبش من اول لما كتبت التاريخ لحد لما قدمت، نفس الاشخاص هي اللي تقريبا زي ما قلنا كده الناس واخدين الموضوع بالعافيه، في شغل كده اسمه شغل بالعافيه. لو سمحت لازم صاحب العمل يسجل مره تانية في السناتوريا عشان يردوا على السناتوريا؟ لا، لو انت كتبت بدايه تاريخ بدايه النشاط اللي انت اشتغلت، مش شرط ان تعمل عقد دلوقتي، تستنى لما الامبس يعمل البوزيشن امس بتاعه للبراتيكا بتاعتك. الناس اللي هي عاوزين اللي هم ما كتبوش تاريخ ان هم بيشتغلوا امتى، اللي هو كان وعدهم ان هو هيسجل الراجل ده، فده لازم يعمل العقد. وقلنا عقد ناس بتطلب فيه مبالغ رهيبه طبعا، لان زي ما قلنا هم عارفين ان دي مصلحه بين واحد وواحد وقافشين فيها فلوس، يقول لك انا كمان اطلب لي بتاع 300 400 يورو في العقد. العقد لا يتخطى ال 100 يورو، لا يتخطى، يعني هو حلو قوي على 100 يورو، يعني عشان نبسط اللي هيعمل لك العقد حلو 100 يورو، لا يتخطى ال 100 يورو. لو حد طلب منه اكتر من كده يكلمني. قدمت على التجديد، جالي رساله بالفيش شهر 12 21 2021. بص والله يا استاذ رضا، انت تنتظر اي حاجه الفتره دي، تنتظر اي حاجه الفتره دي. ليه؟ لان هو دلوقتي مش عارف اساسا السنه دي، هيكون في ايه. يعني هو مش عارف السنه دي هيكون في ايه، ولا عارف الشهور اللي جايه هتكون فيها ايه. يعني كل واحد يقول لي ايه، هو انا في شهر مش عارف 4 هعمل كذا، هو انا في شهر 7 هعمل كذا. هو احنا عارفين اصلا هو شهر 1 هيعدي علينا ازاي، ولا شهر 12 هيعدي علينا ازاي؟ فانت حضرتك جالك ميعاد شهر 12 31، وهم شافوا ان دوت بعد كده لو الدنيا فتحت وخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده، وشافوا ان هو يقدروا يغيروا المواعيد، هتلاقي طلع الخبر ان هم يعمل يقرب المواعيد ويبلغ الناس بالميعاد الجديد، وتخش على البورتال الميجراسيوني تلاقي ان الميعاد بتاعك اتغير. والله يا ابو احمد العقد انت ممكن بقول لك تعمله باي حاجه، بس احنا سمعنا بقول لك ان الناس بتطلب فيه مبالغ كبيره جدا، يعني فاي حد عمله لك بسعر قليل ان شاء الله حتى يعمل لك ب 5 يورو فالراجل كرمك يعني. انما الناس اللي بتطلب بال 300 و400 ده استغلال، عشان خاطر عارف ان في ناس واخده موضوع العقودات مصلحه ودافعين فيه فلوس كتير، فقال لك انا كمان اكسب، اشمعنى انا يعني جت عليا. استاذ محمد، ايه الحل لو كان بالفعل الاولاد في الايزي وهم موجودين في مصر؟ انا قلت الموضوع ده الاسبوع اللي فات وبكرره تاني بما اننا اتكلمنا في الموضوع ده. حضرتك تعمل اجورنامنتو للايزا وتشيل الاولاد اللي موجودين في الايزا. لو انت يعني زي ما قلت لك عاوز يعني خلاص اللي هو تسيبه لحد الشهر اللي او الشهرين اللي باقيين من السنه، وفي شهر واحد اول ما تعمل الايزي الجديد انت حر. لكن انا بقول لك قانونا تعمل اجورنمنت وتشيلهم وتحط حضرتك لوحدك، او اذا كان حد معاك غير اولادك تحط اللي موجودين في ايطاليا في الايزي بتاعك وبس. شوف من هنا عشان عندي دايما مشكله الكومنتات. كنت مقدم على بونص الطوارئ وجات لي رساله من الامبس ان طلب اترفض لنقص الاوراق العمل. ايه دلوقتي؟ هل كده خلاص ماليش فيه؟ لا، ينفع تقدم تاني لو كان عندك اي حاجه ناقصه في الاوراق، ينفع تقدم تاني في البونص بتاع الريت ايمرجنسي، عشان زي ما قلنا لحد 30/11 ينفع تقدم، مفيش اي مشكله خالص. معلش يا محمد انا عارف ان هم من ساعه لما قفلوا الباليسترا وانت مش طايق نفسك، معلش هنستحمل الفتره دي. لو حاليا مش شغال ينفع اقدم على ريت ايمرجنسي؟ ينفع. كلامك حكم والله العظيم، ربنا يخليك يا ريس.
مش العقد بيتعمل في الكاف العادي ولا اي حد يعمله اونلاين بالسبيد بتاع صاحب الشغل ولا ليه؟ طبعا ممكن في الكاف، ممكن في اي حد يعمله لك اونلاين بالسبيد، مفيش مشكله. بالنسبه للعقودات اللي هو بيتكلم عليها ينفع اي حد يعملها لك بالسبيد بتاع صاحب الشغل او الادمنستراتور بتاع الشركه. لكن زي ما قلنا هو كده كده الطلب سهل جدا، مفيش فيها مشكله. لكن اللي بيقدم لازم يكون عارف هو كاتب ايه، عشان في بيطلب منك كوديتشي الاتيكو اللي هو بتاع الشركه، اللي هو النوع النشاط بتاعك. ففي كذا كوديتشي ممكن تتلخبط فيهم، حد مش فاهم يكتب لك كوديتشي غلط. في سؤال بيبقى يعني يخص عدد العمال بيبقى محير شويه، في كذا حاجه يعني هو بسيط، بس في كذا حاجه لو حد مش فاهمها او مش عارف بالظبط هي عايزه ايه ممكن يغلط فيها، فالافضل يكون حد فاهم يعني. كاس انتجراسيون زي ما قلنا الناس اللي لسه ما دخلتهاش هتخش ان شاء الله. انا قدمت على ريدو جيلدينانسا وجالي الشهر اللي فات. هو بيجي كل كام شهر؟ بيجي كل شهر. لو اشتغلت واتثبت في مكان ممكن يقف، وهل ممكن اقدم على حاجه تانية؟ لا دلوقتي طالما انت بتاخد ريدو جيلدينانسا ما تقدمش على حاجه تانية، وبيجي كل شهر. لو اشتغلت وبان عند الانبس ان في اي حاجه هو ممكن يقلل او ممكن ما تفرقش معاه لو انت الدخل بتاعك ضعيف. احنا قلنا الكاسه انتجراسيوني هتيجي يا عماد ان شاء الله، حتى لو هي اتاخرت بتاعه 7 و6 و5 كمان، 5 و6 و7. حد بيقول الايزي كورنت فاليدو قد ايه لو سمحت؟ الايزي كورنت المفروض 6 شهور، لكن بعد 6 شهور لما بيخلص، لما بيسقط الايزي كورنت بيرجع الفاليدو للايزي اللي قبل الايزي كورنت، الايزي العادي. يعني لما الايزي يخلص الايزي العادي بيرجع تاني. عايز تعمل ايزي كورنت تاني دي ما فيهاش فيها مشكله، لكن الحاجه اللي انت قدمت بيها، يعني انت عملت الايزي كورنت لسبب صح، الحاجه اللي انت قدمت بيها، الطلب اللي انت قدمته بالايزي كورنت بيفضل فاليدو حتى لو الايزي كورنت سقط. الملطه في المترو تعتبر اثبات؟ اي حاجه حصلت ومثبوته باي شكل من الاشكال قانونيا طبعا تبقى اثبات. استاذ محمد مقدمه على الكارته المفتوحه ومتفيشه من شهر يناير اللي فات، وكان ناقصني الدونتالو جاتيفا، وديتها في شهر مارس والى الان لم يتم استلام حتى الان، وسالت كتير ورحت الكستوره قالوا لي مفيش اي مشكله ولا حاجه ناقصه، مفيش حاجه ناقصه يعني. استنوا اعمل ايه واستعجل ازاي لو في ظروف لنزول مصر؟ احنا قلنا يا فندم موضوع نزول مصر الدولة مش مجبرة ان هي تستعجل ورقك عشان خاطر عندك سبب نزول مصر. الدولة في حالة طوارئ، الدولة في حالة حظر تجوال، الدولة في حالة حرب زي ما بنقول. مش هتبص الفلان ده عايز يسافر ولا مش عاوز يسافر، مش فارقة معاهم. هو فارق معاهم ان الدنيا دلوقتي كلها واقفة، يعني الدنيا كلها واقفة. فموضوع التأخير ده طالما انت سألتي وقال لك مفيش اي حاجة ناقصة، يبقى مفيش اي حاجه تتعمل غير الانتظار. اللي مطلوب لريدة امرجنسا الازاي والايبان والدوكيمنتو بس، عشان في ناس تروح تقول لك في واحد صاحبي عمل من غير ما يكون عنده ايزا. يا عم ما ينفعش، لازم ريدة امرجنسا يتعمل ويكون حضرتك عامل الازاي. لو قدمت الطلب وانت مش عامل الازاي الطلب هيتركن عندهم ومش هيتبص له اساسا. اللي شغال بالبارتيتا ايفا وما عندوش شغل ينفع يعمل ديسوكوباتسيوني زي العامل، مع العلم انه 4 سنوات دفع منتظم؟ لا، البارتيتا ايفا ملهاش ديسوكوباتسيوني، ما يعملش ديسوكوباتسيوني. انا بعمل ضم عائلي لزوجتي ولكن عاوز اجيب ابنها من زوجها السابق، هل في طريقه عشان نجيب ابنها معاها لما تاخد الفيزا من القنصليه الايطاليه بالقاهره؟ للاسف لا، لان الابن من الزوج السابق مش مظبوط ابنك انت، لان مذكور اسم الاب
ابو الطفل يعني. فلما بتيجي تعمل لصدر فاميليا ما بيطلعش ابن، فبالتالي انت هنا لو عملت الطلب وقلت ان هو ابنك حتى لو اسمه مختلف ممكن ان هو تخرج، لكن هناك في ايطاليا في مصر مستحيل يخلوه يسافر او يوافقوا على سفره. لازم الام تيجي وبعد كده الام تعمل له ضم عائلي. استاذ محمد المحترم، شكرا على كل الافاده، ربنا يخليك يا محترم. اللي في الكاسه ثانيه واحده ريت امرجنسا عادي حتى لو انا شغاله، ينفع الريت امرجنسا حتى لو انتوا شغالين، لكن لازم يكون الدخل بتاعكم قليل. يعني ما يكونش حد يكون دخله 1700 يورو في الشهر ويروح يقول له انا عاوز اخد الريت امرجنسا اللي هو 400 للشخص او لحد 800 اللي هي الفاميليا، وهو دخله اساسا اكبر بكتير من المساعده اللي هو المفروض ياخدها. انما لو شغالين، وطبعا دلوقتي الناس كلها شغاله ودخلها قليل يعني، او البوسطه بجد بتطلع قليله، فطبعا ينفع، مفيش مشكله. الترسوفيل ينفع تقدموا عليه لسه لحد اخر السنه، مفيش اي مشكله، لحد كمان اول اسبوعين في شهر واحد. وربنا انت محترم وجدع فعلا، وكفايه بس انك بتسمع الناس وموفر وقتك ليهم، ربنا يخليك، ويا رب اكون عند حسن ظن الناس، وربنا يقدرنا ويقوينا ان احنا نكمل على طول مع الناس ونقدر نفيدهم، او يعني الواحد يكون مبسوط ان هو يكون بيفيدهم يعني. هقدم على الجنسيه بس معايا صدر دي فاميليا معمول في شهر فبراير، ينفع اقدم بيه؟ ينفع يا فندم، ومن غير اللي صدر فاميليا ينفع اوتو سيرتيفيكاسيوني، اللي انت تكتب النيوكليو فاميلياري بتاعك مين اللي موجود فيه وتمضي عليه عادي، مفيش فيه اي مشكله خالص بالنسبه لصدر دي فاميليا. لو الايزي طلع 6300 ينفع اعمل ريد امرجنسي؟ ايوه ثواني يا جماعه بس عشان البتاع بتجري ثانيه. ريد امرجنسي ينفع تعمل ريد امرجنسي. ممكن حضرتك بس تدينا نبذه عن الكلام اللي فات؟ لا بص صعب، الساعه عموما خلصت يعني، صعب جدا بس وبص هقول لحضرتك يعني احنا ممكن اصلا يعني الساعه خلصت، بس انا هقول لك حاجه سريعه. ممكن حضرتك بعد ما نقفل انا بسيب كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها اسبوعيا موجوده على صفحه بتاعت جمعه كاف ام جي اس، ممكن حضرتك تدخل وتتفرج بعد ما نخلص، تتفرج على البث المباشر من الاول، هتسمع كل القصه. اتكلمنا تهنئنا المسلمين والعالم كله بالمولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن الهجوم بتاع فرنسا وتعمدهم وتعمد كل الناس الصاق التهم الارهاب بالاسلام، وده ملوش اي علاقه بموضوع الاسلام نهائي. اتكلمنا على موضوع القفل واللوك داون اللي جاي لا محاله، لكن لازم ننتظر القفل الرسمي امتى. اتكلمنا على يعني اتكلمنا على شويه حاجات وردينا على الناس. ده اللي اتكلمنا عليه، لكن حضرتك عايز تسمع كل الكلام ترجع تتفرج على البث المباشر من اوله. بصوا يا جماعه، الكاس اللي اسمه دوت الايزي كورنت بيتعمل لاسباب معينه، يعني ما ينفعش زي ما قلت وبكررها تاني عشان الناس سالت وناس بتيجي على الموضوع ده، انا عاوز اعمل ايزي كورنت. يا فندم ايه اللي اتغير عندك؟ مفيش حاجه اتغيرت. يا فندم ايه اللي اتغير عندك؟ رحت كاس انتجراسيون. لا، ده مش سبب ان انت تعمل الايزي كورنت. الايزي كورنت لو سبت الشغل، لو عدد ساعات الشغل قلت، لو بتاع دوت اتفصلت او حصل، طبعا مفيش فصل دلوقتي انا بتكلم بس الاسباب اللي هو بتاعت الايزي كورنت، فصلت او لو العقد بتاعك من 8 ساعات نزل ل 4 ساعات، او لاي اسباب تخص الشغل بتاعك. غير كده مفيش اي سبب تاني بيطلبوا منك، لان عشان تعمل الطلب بتاع الايزي كورنت بيطلب منك الاسباب دي، غير اللي انت تقول اوكي لا الحاجات دي ما ينفعش اطلع قدام، فبالتالي الطلب مش هيتعمل.
نتمنى نكون فدنا الناس، يعني والله اتمنى نكون ان احنا فدنا الناس. اللي استفاد باي معلومه ممكن يعمل شير للفيديو عشان غيره يستفيد. واستنونا ان شاء الله يوم الجمعه الجايه في حصاد الجمعه مع جمعه، كل يوم جمعه ان شاء الله. نبدا شغل من يوم الاثنين، يوم السبت والحد انا اجازه. نبدا ان شاء الله شغل وتواصل من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ربنا يعني يكتب لنا ان احنا نبدا الاسبوع الجاي ده على خير في ظل الظروف اللي احنا فيها. استنونا الاسبوع الجاي، ويك اند سعيد، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.